اللي دخله مليون جنيه هيدفع 100,000 جنيه ضريبه، واللي دخله 10,000 جنيه هيدفع 1000 جنيه ضريبه. مين دفع ضريبه اكتر؟ اللي دفع ال1000. قاعدة العدالة الضريبية يا أستاذي الفاضل، أهم ما يميز الفرق ما بين الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية هي قاعدة العدالة دي. ليه يا فندم؟ قال لأن أنا في دخول الأشخاص الطبيعيين بطبق العدالة الرأسية. المقصود إيه بالعدالة الرأسية؟ إيه الشرايح دي؟ يعني ليه بيخش بشرايح؟ الأول يا فندم بيتحدد مستوى المعيشة في الدولة دي، فلو مستوى المعيشة 1000 جنيه فبالتالي الراجل ده لو بيقبض 1000 جنيه أنا ما ينفعش آخد منه ضريبة، يعني لأنه يا دوبك هيعيش بيها. لكن لو دخله 1500 طيب أوكي، أعفيله ال 1000 جنيه خلاص اللي هو هيعيش بيها واخد منه ضريبه على ال 500. وابتدى يحصل تطوير في الشرائح الضريبيه لحد ما بقت بالشكل اللي احنا بنقول عليه. وصلنا بيها ان بقى كل واحد بيساهم في الاعباء الضريبيه وفقا لقدرته على الدفع، بيلبي احتياجاته الاساسيه، وبعد كده بناخد الضريبه من الدخل الفائض. ده معنى كلمه العداله الرأسيه. كل ما تبتدي تزيد الشريحه الضريبيه كل ما بيزيد معاها الايه؟ نسبه الضريبه ذات نفسها. فبقيت دلوقتي بقدر اوزع الضريبه على الناس مش بشكل قطعي، لان يا فندم بعد اذن حضرتك بمنتهى البساطه كده، لو واحد دخله سنوي مليون جنيه وواحد دخله السنوي 10,000 جنيه، الاثنين قدامي هم، جيت طبقت عليهم ضريبه دخل بنسبه 10%، اللي دخله مليون جنيه هيدفع 100,000 جنيه ضريبه، واللي دخله 10,000 جنيه هيدفع 1000 جنيه ضريبه. مين دفع ضريبه اكتر؟ اللي دفع ال1000. وفقا للاقتصاد اللي دفع ال1000 دفع اكتر. ال1000 بالنسبه للراجل ده اهم من ال100,000 عند الراجل ده. الراجل ده من المليون لبى احتياجاته الاساسيه والسنويه والفرعيه والرفاهيه، وخدنا الضريبه من الدخل الفائض اللي كان رايح يوديه البنك. انما الراجل اللي دخله 10,000 جنيه ده ما كانش لسه قدر يلبي احتياجاته الاساسيه، فانت دخلت كده وكنت سبب في تخفيض مستوى المعيشه بتاعه. فمن هنا ظهر مبدا الضريبه التصاعديه اللي بتطبق على دخل الاشخاص الطبيعيين. انما انت بقى لو شخص اعتباري فما تجيش تقول لي انا عندي احتياجات اساسيه، هاكل واشرب والبس واسكن. فبناء على كده لو شركه اهي بتاعت واحد لما بيحصل له ارباح بندخلها شرايح، السنه اللي بعديها الشركه ذات نفسها هو حولها لشركه مساهمه، السنه اللي بعديها الاقرار الضريبي بتاعه هيبقى ضريبه قطعيه. الحكومه هنا خلاص او مصلحه الضرائب هنا خلاص شافتها شخص اعتباري، مش هينفع يقول لها عندي اعباء اساسيه. اذا موضوع الضريبه التصاعديه ده مش هيتطبق غير فين؟ في دخول الاشخاص الطبيعيين. عشان واحد يبقى شغال في شركه مسؤوليه محدوده مثلا ويقول لي فين الشرايح؟ هي الشرايح ما بتطبقش ليه؟ يا فندم الشرايح بتطبق على دخل الشخص الطبيعي، وحضرتك شخص اعتباري فانت بتخضع لضريبه قطعيه. يبقى انت لو دخل اشخاص طبيعيين سواء مرتبات او مياه حره او ارباح تجاريه وصناعيه او ثروه عقاريه، اي واحده من دول، احنا محتاجين ان احنا نحسب حاجه اسمها الوعاء الضريبي، وناخد الوعاء الضريبي ده وندخله على الشرايح عشان نقدر نجيب الضريبه بتاعت الراجل ده.